يبدو أن العلاقة بين ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا أصبحت على غير ما يرام في الفترة الأخيرة. ورغم تألق باريس سان جيرمان مع انطلاقة الموسم الحالي بالفوز 4-0 على نانت في كأس السوبر الفرنسي، ثم تحقيق انتصارين كبيرين في الدوري ب5-0 على كليرمونت فوت و5-2 على مونبولييه، فإن المباراة الأخيرة شهدت اشتعال أكثر من صراع بين مبابي ورفيقيه في هجوم الفريق. المشهد الأول كان في التمريرة التي تلقاها ليونيل ميسي من زميله البرتغالي فيتينها على الجانب الأيمن، وقت كان مبابي يركض على الجهة اليسرى قبل أن يتوقف حين وصلت الكرة إلى الأسطورة الأرجنتيني ولم يشاركه في الهجوم. المشهد الثاني كان مشهد ركلة الجزاء التي أصر مبابي على تسديدها بدلا من ميسي لكونه المسدد الأول لركلة الجزاء في فريقه بحسب العقد المبرم بينه وبين إدارة فريق العاصمة. وحين احتسبت ركلة جزاء لباريس سان جيرمان ذهب مبابي وهو يصيح باسمه من أجل تسديد الركلة، وهو ما لم يعجب نيمار وميسي، حيث نظر الأخير لمبابي بغضب واضح بينما اصطدم به مهاجم باريس سان جيرمان عند قدومه لمنطقة الجزاء. ولم يشرح مبابي سر اصطدامه مع ميسي الذي بدا غير مقصود، لكنه أغضب البرغوث الأرجنتيني وجعله ينظر إليه بدهشة ممزوجة بغضب. مبابي أهدر ركلة جزاء في فوز باريس سان جيرمان 5-2 على مونبولييه، بينما سجل نيمار بكل أريحية ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة 43 ليعزز تقدم حامل اللقب إلى 2-0. المشهد الثالث جرى في غرف خلع الملابس حين دخل نيمار ومبابي في تراشق بسبب ركلتي الجزاء قبل أن يتدخل لاعب باريس سان جيرمان لمنع حدوث أزمة أكبر بين المهاجمين. والأكثر من ذلك أن نيمار ومبابي تبادلا إلقاء الأشياء على بعضهما البعض، وذلك بسبب غضب النجم الفرنسي من تسديد زميله البرازيلي لركلة الجزاء الثانية. المشهد الرابع كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين وضع نيمار عدة علامات إعجاب على منشورات هاجمت أداء مبابي خلال مباراة مونبولييه. صحيفة آسا الإسبانية قالت إن نيمار أبدى إعجابه على تغريدة يقول صاحبها: نيمار سجل وأهان الحارس في ركلة الجزاء. وفي الناحية الأخرى سدد مبابي بشكل سيء للغاية. وبعد المباراة يؤكد المدرب أن مبابي هو المتخصص في تلك الكرات، هذا أمر سخيف. منشور ثاني حظي بإعجاب نيمار كتب صاحبه: الآن مبابي هو المتخصص في تسديد ركلات الجزاء. يبدو أن الأمر يتعلق بالعقد، والطبيعي أن أي ناد يضم نيمار بين صفوفه سيكون الأخير هو المنفذ الأول. ويبدو أن المميزات التي حصل عليها مبابي في عقده الجديد مع سان جيرمان هي سر أزمة ركلات الجزاء، حيث اشترط الفرنسي عدة امتيازات بجانب الامتيازات المالية الخيالية والراتب الأعلى، منها أنه المسدد الأول لركلات الجزاء، بالإضافة لاستشارته في العديد من الأمور الأخرى مثل اختيار اللاعبين والمدربين. ويذكر أن الصحافة العالمية نشرت قبل انطلاق الموسم أن مبابي كان من المؤيدين لرحيل نيمار عن سان جيرمان بسبب تراجع مستواه.